السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سيدات البيوت. إذا كانت هذه زيارتكم الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في وصفاتنا. وصفة هذا اليوم مجربة كالعادة، وهي من تجربتي الخاصة لتبييض البشرة والتخلص من آثار الحبوب القديمة والندبات أيضا الداكنة القديمة التي تترك اسمرارا بالبشرة في مكان الندبة بالذات. هذه الوصفة مفيدة جدا للبشرة، تتركها صافية ومشرقة، كما أنك إن داومت ستحصلين على نتيجة جدا رائعة ستخلص كما قلت من الندبات ومن مخلفات حب الشباب القديمة. ما نحتاجه في هذه الوصفة حبة بطاطس غير مسلوقة كما ترون، قمت بتنقيتها وغسلها، ملعقة صغيرة من النشا، ملعقة صغيرة من الحليب البودرة. سنقوم ببشر البطاطس أولا، سنقوم ببشرها وحكها هنا بهذه الطريقة. بعد أن قمنا ببشرها سأقوم باستخلاص الماء فقط. سأضعها في الصفاية وسوف أخذ الماء فقط. سأضيف ملعقة النشا ثم الحليب البودرة. أقوم بخلطها جيدا. بعد أن أصبحت الخلطة جاهزة كما ترون من ماء البطاطس والحليب البودرة والنشا، سوف أخذ قطعة قطن وسأقوم بتبليلها بالوصفة وتمريرها بهذه الطريقة على بشرة الوجه. مع الدلك جيدا حتى تتغلغل الوصفة في البشرة. ونتركها حتى تجف. في الأخير سأضع طبقة، بعد أن قمت بالتدليك في البشرة سأقوم بوضع طبقة شيئا ما سميكة كما ترون. وسوف أتركها حتى تجف تماما على وجهي، ثم أغسلها بالماء والصابون. هذه الوصفة صدقوني ستخلصكم من الندبات وكما قلت حب الشباب. أتمنى أن تجربوها، لكن سر هذه الوصفة هي المداومة. فلمن يعانون من ندبات داكنة عليهم استعمال الوصفة يوميا حتى تعطي نتيجة واضحة. أما بالنسبة للتبييض فقط أو التخلص من الإسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس فيمكن استعمالها 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. إن أعجبتكم الوصفة اتركوا لي تعليقاتكم لتشجعوني على تقديم المزيد، ولا تنسوا اللايكات والاشتراك في القناة، وشكرا.